لو عايز تدخل في مشروع ب 50,000 او 100,000 او 200 او 300 معاك لغايه 500,000 ومليون كمان، بس ما معكش فلوس خالص. يعني انا معيش فلوس دلوقتي، بس في مشروع قدامي انا واثق 70% اللي هو هينجح ومحتاج فلوس، اعمل ايه؟ ولو رحت خدت كارد هيقول لك انا عايز ضامن وعايز وعايز وعايز. في حاجه منزلاها، ده ابلكيشن اسمه ماني فيلف. محدش، كل الناس عارفاه بس محدش عارف هو ايه فايدته. هو ده اول حاجه تحت اشراف البنك المركزي، يعني مضمون 100%. دي اول نقطه. تاني حاجه، في ممكن تعمل جمعيات ب 3000 ب 5000 ب 10 ب 20 ب 30 ب 50 ب 100 ب 200 ب 300 ب 500 بمليون جنيه، معاك لغايه مليون جنيه، وبياخدوا ضمانات بسيطه. وفي نفس الوقت طول ما انت منتظم معاهم، يعني لو دخلت جمعيه ب 30 خلاص انت منتظم معاهم وبتدفع على طول، خلاص بيديك بالاعلى بالاعلى. فلو انت عايز مشروع ب 100,000 جنيه ما عندكش غير ماني